رحمة في قلوب المسؤولين. لماذا توليتم علينا إذا لم ترحمونا؟ يا ويلكم يوم القيامة، يا ويلكم يوم القيامة إن لم ترحموا من توليتم عليهم. ما استطعت ترحم أهلك، تتولى أمر الناس. اتق الله عز وجل. من ولي أمر عشرة جاء يوم القيامة ويده في عنقه. كل مسؤول سنراه يوم القيامة يده في عنقه. فكه بره أو أوبقه إثمه. ما الدنيا ستذهب، لعلك ستموت قبل أن تدرك مال قارون، لكن سيأتي الحساب يوم القيامة. فكه بره أو أوبقه إثمه. اي والله سيشدها الله عليك يوم القيامة كما شددت على خلقه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، اللهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به. وكل مسؤول عليه أن يتق الله. أنت مسؤول في المستشفى، أنت مسؤول في المدرسة، أنت مسؤول في الحكومة، أنت مسؤول في دائرة النظافة، أنت مسؤول. اتق الله عز وجل. سيسألك الله عن أمة محمد، سيسألك الله عن أمة محمد الذين توليت أمرهم. فالله الله في الرحمة معاشر المسؤولين. قلناها للمعلمين يتقوا الله عز وجل في حقوق الطلاب، وأكررها وقد قلتها من هذا المنبر كثيرا ليتق الله المسؤولين في حقوق المعلمين. وإلا ما معنى توقف كثير من مدارسنا اليوم وضياع أبنائنا في الشوارع مع كثرة الفتن الموجودة. ينامون الصباح ويتسكعون بالليل. كل مسؤول قصر في مسؤوليته سيسأله الله عمن ضل من أمة محمد. ليعمل كل في قدر استطاعته وليسعى كل بقدر استطاعته. ولا ما معنى أن تحدثون عن الجوع وقلة الإمكانيات ويراكم الشعب تتبذخون في بعض الحفلات والمناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أي شيء هذا، أي شيء هذا. فريق قدم يفوز فيعطى اللاعب بالملايين والشعب يموت من الجوع ثم يقولون ما معنا شيء. أي شيء هذا، أي شيء هذا. هذا اسمه سؤال يوم القيامة عن أمة محمد. الله يقولها وأرجو أن يعذرني الله يوم القيامة إن قمت بين يديه.